السلام عليكم يا جماعة. النهاردة معانا فيديو جديد هنتكلم فيه عن عطر جديد نزل سنة 2025 من دار نيش كورية اسمها Born to Stand Out. وزي ما انتم متعودين العطور اللي انا بحبها هي عطور دايما بتبقى polarizing، يعني في النص بالظبط. في ناس بتحبها جدا وفي ناس بتكرهها جدا، بس مستحيل ان العطر ده تعدي من جنبه وما يسيبش معاك اثر. والعطر ده اسمه عود كاندي. خليك معايا بقى لاخر الفيديو عشان نغطي بقى تفاصيل العطر ده. دار بورن تو ستاند اوت او بي تي اس او بيتسو زي ما الناس بيقولوا عليها، ظهرت في كوريا الجنوبيه. واللي شد انتباه الناس للدار دي ان هي مش عايزه تعمل اي حاجه مأمونه او سهله، بالعكس ده فلسفتهم واضحه حتى من اسم الدار بنفسه، مولود عشان تظهر. وكل عطر من الدار دي معمول عشان يخلق ردة فعل سواء كانت ايجابيه او سلبيه. والباكجين والتسويق بتاعهم بيأكد ان هم مش عايزين يكونوا تقليديين ابدا، واغلب عطورهم بتتميز ان هي فعلا اكستريم، روائح تقيله، تركيز عالي، وافكار غريبه جدا، بس في نفس الوقت معموله بجوده وحرفيه عاليه جدا. مصممه العطر هي مارجو جوارين، وهي واحده من العطارين الفرنسيين الصاعدين. الستايل بتاع مارجو دايما بتحس ان في تجربه، مش بتحب تعمل مزيج بسيط وخلاص، لازم تضيف طبقات كده تحس انها متناقضه فعلا. زي العطر اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، عود كاندي، عود تقيل مع لبن وسكر. نوتات العطر بقى سكر بني، نوتات حلويات وبونبوني، مكسرات، لبن مع زهور بيضة. وفي قاعدة العطر في العود، الجلد، الزعفران، طحلب البلوط، الكراميل، الأمبروكسان، فانيليا، خشب الصندل، خشب الأرز، وأخشاب غامقة. فالمكونات دي بتدي العطر طابع الحلاوة مع الخشونة في نفس الوقت. يعني نفس اللحظة اللي بتشم فيها ريحة السكر مع الكراميل، بتشم ريحة الجلود مع العود تقيلة جدا. وده السبب ان العطر فعلا بيسيب انطباع قوي جدا. ازازة العطر فخمة جدا وتقيلة جدا، تحس ان هي بتكمل شخصية العطر. لون احمر غامق كده ومكتوب عليه Born to Stand Out، اسم مطبوع بشكل بسيط جدا. الفكرة ان التصميم يعكس القوة والغموض ويدي احساس بالثقل. على فكرة العطر ده من اقوى العطور اللي انا شميتها في حياتي، بس دي مش معناها ان دي حاجة كويسة. تعالوا نرش العطر. انا مش هرشه على جسمي لان انا حاطط عطر تاني خالص النهاردة، بس هرشه هنا. البخاخ بتاعه مية مية. مع أول رشة كده العطر ده هتحس كده بريحة حلاوة يعني قوية جدا، فيها السكر البني، الكراميل مع اللبن والمكسرات. ريحة قوية جدا، يعني سويت قوي قوي قوي. هتحس كأنك كده داخل كده محل حلويات، بس هي فعلا ريحة العطر سينثيتك، يعني ريحة مش سموث قوي يعني. وفي نفس الوقت بقى بيطلع لك ريحة العود والجلود، ويوقفوا الحلاوة دي خالص. يعني تحس انه مش عطر كاندي بتاع اطفال وخلاص، لا هو حلاوة كده مظلمة وغامقة جدا، كأنك كده بتشم ريحة كراميل مطبوخ وسويت قوي، ومع ذلك في لمسة مرارة. للأسف النهاردة أنا ما رشيتش العطر ده النهاردة الصبح، رشيت عطر تاني خالص. فالدراي داون بتاعه ما أكلمكم عنه حسب ما أتذكر إن شاء الله. والعطر ده بعد النوتات السكرية السويت دي أول ما تهدى بعد نص ساعة كده، بتحس النوتة اللي هي اللي في الخلف اللي هي الزهور البيضة، بس مش قوية يعني. في طوال الوقت تحس بالجلود والعود، خاصة العود والنوتات اللي فيها المكسرات دي. أنا أنفي لم يلتقطها إطلاقا. يعني هتشم طبعا الفانيليا والصندل
بيخلّي العطر كده يبقى شوية كريمي وده بعض الناس بيقولوا إن النوتات دي حاسين إن هي نوتات متناقضة، يعني كإنّك كده جِبت عطر Erba Pura من Xerjoff بتاع اللي فيه فواكه وسينتاتيك وحطّيت عليه نوتات خشبية كريمية، بس أنا مش شايف إن دي حاجة وحشة، لأ هي حاجة فيها فكرة جديدة صراحةً، فمن حيث الفن والexecution بتاع الفكرة دي أنا هادّيها 10 على 10. فالعطر بعد النوتات الحلويات والسكر والكلام ده كله بقى لما يروح العطر بقى هيبقى خشبي جلدي، يعني هيتحول لعطر شرقي، ودي اخر النوتات اللي انت هتشمها. يعني اخشاب والجلود دي يعني هي النوتة الطاغية في 90% من اول ما ترش العطر ده لحد اخره، يعني 90% من الوقت ده كله هتشم الخشب والعود طبعا، بس النوتات السكرية هي دي اللي هتروح. والعطر فعلا هو مناسب للشتاء وبالليل. ثبات العطر 10 ل 12 ساعة، وانا زي بقول لكم انا لو قلت لك 10 12 ساعة يعني غالبا العطر بيثبت اكتر من كده، بس انا هقف عند الليميت بتاع ال 12 ساعة. هو عطر قوي جدا وما انصحش انك ترشه جنب وشك خالص، وما تكترش منه خالص. لو هترشه رشتين 3 بالكتير ورا رقبتك وعلى الكف بتاعك وخلاص، وما ترشوش على اللبس اطلاقا. والانتشار بتاعه البروجكشن او الانتشار في اول ساعتين حلو جدا، تقيل، اي حد هيعدي من جنبك هيشمه. يعني لو بتحب العطور القوية اللي بتظهر وتبان فعطر عود كاندي ده هيناسبك جدا. زي ما قلت لكم ان العطر ده عطر بولارايزنج جدا، وفي بعض الناس بقى بيقولوا ان هم وصفوا العطر ان ريحته عاملة زي البلاستيك، وقالوا ما فيهوش حلاوة كفاية زي الاسم، يعني اسم العطر عود كاندي بس ما فيهوش ريحة حلوة. لا انا لا اتفق معاهم، يا العطر سويت جدا 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 خاصة في الافتتاح. يعني انا شايفه هو الريحة البلاستيكية دي عندهم حق فعلا، خاصة في لو رشيته على التستنج ستريب، بس على اللبس الريحة البلاستيكية دي بتهدى. بس الناس دي طبعا عشان ان هو عطر تقيل جدا هي الريحة موجودة، الريحة البلاستيكية دي موجودة، بس بحسها ان هي بتقل لما بتكون على جسمك. وفي ناس بقى اللي هي مدمنة ريحة البترول بتقول ان هم حاسين ان في العطر ده ريحة البترول، وبعد كده بيحسوا بالعود والفانيليا والكراميل، وبيقولوا ان العطر فعلا مميز. انا مش شايف ان العطر فيه ريحة بترول خالص، انا بالعكس انا بموت في ريحة البترول من وانا صغير. الريحة دي على فكرة موجودة في عطر ديور فahrenheit، الريحة البترولية دي، وموجودة كمان في عطر أمواج بورتريال مان. أنا لسه لم أقتني الإزازة الكاملة، عندي بس سامبل، وعطر عجبني جدا، بس ما زلت بفكر هل هو يستحق إزازة كاملة ولا لأ. فالريحة البترولية بتاعت بورتريال مان من أمواج دي مش موجودة هنا خالص. مش عارف، يمكن بعض الناس بيخلطوا ريحة الريحة السينتاتيك الصناعية البلاستيكية بريحة بترول. يعني خلاصة الكلام الناس كان عندهم آراء مختلفة جدا بخصوص العطر ده، بس كلهم اتفقوا على حاجة واحدة، انه عطر يعني أداؤه مرعب. فأنا رأيي ان عطر زي ده هو عطر غالي جدا، وعطر لسه طالع السنة دي، يمكن يرخص السنة الجاية حسب طبعا المبيعات اللي بيحققوها. وعندي كمان العطر ده من نفس الشركة اللي هو بونت ستاند اوت، وعندهم كولابوريشنز مع شركات تانية كتيرة، زي عطر شركة الهولندية فوجيزي، عندهم كولابوريشنز وكده. بس أنا صراحة أنا مش متحمس لعطور الشركة دي إطلاقا. لا هو فكرة جديدة، هو عطر قوي جدا. يعني أنا لما قلت للمدام أنا بحب العطور الفواحة القوية جدا، وقالت لي شم العطر ده، شميته بصراحة مش ذوقي. العود اللي موجود فيه عود كويس، بس مش عارف، أنا مش عارف النوتة اللي هي السينتاتيك الصناعية دي. يعني عطر زي ده بنفس تقريبا نفس سعر عطر عود مراكويا. عطر عود مراكويا عطر جميل جدا وتقريبا بنفس القوة والأداء،
فلو عندك فرصة انك لو عايز عطر عودي قوي جدا روح اشتري عطر عود ماراكويا. بس عطر زي ده لما تحاول تغسل ايدك الريحة هتبقى لسه موجودة وموجودة بقوة والنوتات السينتاتيك دي بصراحة صعب جدا، خاصة لو رشيتها هنا. في بعض العطور لو انت رشيتهم هنا يعني هيخنقوك، ده واحد منهم. ده من العطور اللي هتخنقك لو رشيته هنا. هل العطر ده مناسب يبقى لتوقيعك الشخصي؟ اطلاقا لا. هل العطر ده مناسب للشغل؟ برضو لا. عطر ده عطر مثلا هقول عليه عطر مناسبات. بصراحة من العطور اللي أنا ندمت أشتريها. فقبل ما أتخلص منه قلت إيه أعمل لكم ريفيو للعطر ده وأديكم التقييم الصريح بتاعي. جربوا العطور قبل ما تشتروا إزازة كاملة. وقلت لكم إن كذا مرة في بعض العطور بتشمها مش هتحبها من أول مرة. فأنا فعلا اديت العطر ده فرصة واتنين وتلاتة واللي حطيته كذا مرة. وحتى النهاردة مش عايز ارشه على ايدي اطلاقا، حتى لو ما كنتش حاطط عطر تاني النهارده. النوتات الصناعيه دي بصراحه قويه جدا زياده عن اللزوم بحيث ان هي بتخنق. هل جربتم عطر عود كاندي؟ وهل جربتم عطور تانية من بورن تو ستاند اوت؟ وانهي اكتر عطر حابينه؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات. لو اول مره تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير، واكتبوا لي في الكومنتات انهي عطور من دار بورن تو ستاند اوت عايزيني اجربها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.